ازيكم حبايبي؟ وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. القناه بتمنى منك انك تشترك فيه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. حطي بقى لايك للفيديو واعملي شير مع اصحابك. اما فيديو النهارده هنعمل غدا كده مع بعض، ناجتس قرنبيط. بسيط جدا، اقتصادي، سهل، مكوناته كلها موجوده في كل بيت. حاجه كده تشرفك لو انتي في الصيف وعملتيها، يعني قدمتيها لاي حد. حطي بقى الفيديو تعالي نشوف عملنا الطريقه مع بعض ازاي النهارده. جبت كده قرنبيطه كده صغيره كده محندقه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اشيل العنقود بتاعها. بالشكل ده، وهشيل كل الورق اللي فيها ده وملوش لازمه طبعا. قطعتها كده بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اقطعها كده القطع كبيره، وبعدها وانا بغسلها على الحوض، يعني عشان انضفها، عشان انتوا شايفين طبعا المنظر، ولازم تتنضف كويس جدا وتتغسل كويس جدا مره واتنين وتلاته عشان تتاكدي من نظافتها. هقطعها زهرات صغيره. هحاول ان انا اقلبها من بعض كده. هاخدها على الحوض كده واحده واحده، هتتمسك وتتغسل الدعكه حلوه جدا. وبعد كده هنقعها في الخل. يعني مش هكمل 5 دقايق عشان اضمن برضو النظافه بتاعتها. هاخدهم بقى على الحوض، الدعكه حلوه، وبعد كده هقطعهم مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، زهرات صغيره زي ما انتم شايفين. حطيت كده ميه مغليه حطيتها فيها، وهحط معاها معلقه كده من الملح. وبعد كده هقشر كده جزرايه وبطاطسايه، وبرضو هسلقهم معاهم في ميه السلق. برضو مقطعاهم صغير عشان يستوي كله مرة واحدة كده بالشكل ده. وهسيبهم بقى يتسلقوا سلقة كاملة كده. هنعمل مع بعض. كده تمام. هبتدي ان انا اصفي فيهم بقى. مش عايزة فيها اي سوائل خالص خالص. هسيبها لغاية ما تتصفى اخر نقطة فيها. عشان مش عايزة سوائل، عشان ما تفكش مني العجينة وانا بقليها. هشيل شوية كده بالشكل دوت، وهكمل الباقي في مصفى تانية. سبتهم كده لغايه ما اتصفوا. بعد كده حطيتهم في البوله ديت، وقطعت عليهم كمان بصلايه. هبتدي ان انا افرمهم في الكبه لفرم ناعم. يا ريت بقى لو وصلت لغايه هنا ونسيت تحط لايك، فمن فضلك حط لايك واعملي شير مع اصحابك. اللايكات والكومنتات مش هتخسركم حاجه، بس هترفع معايا الفيديو. فبتمنى منك بقى لو اول مره بتشوفي القناه تشتركي فيها وتفعلي الجرس وتحطي لايك وتعملي شير مع اصحابك. هفرم كده فرم بالشكل دوت. حسيت ان هي لسه خشنه شويه، فهبتدي ان انا انزل الجناب كده واديها فرمه كمان. بالشكل دوت. هجيب بوله بقى، وبعد كده هفرم كل الكميه بنفس الطريقه. كده بالشكل دوت فرم كويس جدا. كملت بقيه الكميه بالشكل دوت. هنزل عليها كده 3 معالق كبار من النشا، وهحط لها البهارات بقى عباره عن عن ملح. الاول حطيت لها كوبايه من دي، وبعد كده هحط لها ملح، كزبره، كمون، بابريكا، فلفل، شطه، 7 بهارات.
هسيب لكم كل المكونات دي في صندوق الوصف. لو حابه ترجعي لها او تعملي لها سكرين شوت في اي وقت براحتك، يعني لو هتستخدمي الوصفه دي في وتجربيها. هلم العجينه كده كويس مع بعض. حسيتها ان هي طريه شويه فاديت لها حوالي 3 معالق كده كمان من الدقيق، وهبتدي ان انا الم العجينه كويس. اخر حاجه كده هحط لها نسيت احط لها من ضمن المكونات معلقه كده صغيره من البيكنج باودر، عشان ايه؟ العجينه تكون هشه معايا وما تكونش مكتومه. هبتدي بقى ان انا اشكلها واقليها بالشكل دوت. مش هتاخد معاكي وقت خالص، هي كل حاجه فيها مستويه، مجرد بس ان هي ايه هتتحمر من فوق ومن تحت وطلعيها على كده. وما تخافيش مش هتشرب منك زيت كتير يعني. هي كده اتحمرت، هبتدي ان انا اخرجها وانزل شويه بشويه. ابتديت ان انا شويه بشويه كده انزل شويه واطلع شويه. هتتاكل بقى جنب. احنا بصراحه ما عملتش جنبها حاجه يعني. كان عندي سلطه في التلاجة طلعتها، كان في فلفل حامي، كان في زيتون، كان في بصل اخضر. يعني بصوا حاجات بسيطه جدا تاكل جنبها، هي مش محتاجه حاجه يعني، في سندوتش هتقضي الغرض يعني. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم واكون قدرت افيدكم لو بحاجه صغيره. ما تنسوش دعمكم ليا بيوصلني من خلال اللايكات ومن خلال الكومنتات، واعملوا شير مع اصحابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه.